العائلة، السلام عليكم. اش اخباركم؟ ناشطين نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. ورجعت معكم فيديو جديد من سلسلة تصحيح وجبات الصيام متقطعة. كنا عارفين فين عندنا هاد الوجبات في الجروب ديالنا فيسبوك، عائلة ناقص كيلو ناقص مشكل. الا مازال ما التحقتيش بينا راه فايتك الخير الكثير في هذا الجروب. في هذا الجروب حنا عائله، كنعاونوا بعضياتنا، كنساعدوا بعضياتنا، كنوجهوا بعضياتنا وكنفرحوا لبعضياتنا. اللي نقص شي كيلو تنقول ليه برافو عليك، واللي خصو شي حاجه كنوجهوه باش انه يكمل الخدمه ديالو ويوصل للهدف ديالو. الهدف ديالنا كامل شنو هو؟ نقص الوزن ونكسبوا صحتنا. هذا هو الغايه من هذه القناه، وهو الغايه من هذه السلسله هذه. في هذه السلسله هذه كنصحح لكم الاخطاء ديالكم. ملي كنصحح انا الخطا لفلان او فلان، فهذا كيعني انك انت كذلك باش ما تبقاش دير نفس الخطا في حاله الا كنتي كديرو، او لا ما تطيحش في هذا الخطا اللي طاح فيه الاخ او الاخت ديالك. اليوم ان شاء الله عندي ملاحظات على بعض الوجبات غنبارطاجيهم معكم. هما ماشي اخطاء اكثر ما هما ملاحظات باش نديفلوبيو راسنا، باش نكونوا في وجبات مزيان، باش نجاوب على بعض الاسئله اللي كنشوفها في المجموعه ديالنا ديال عائلات ناقص كيلو ناقص مشكل. وما نطولش عليكم العائله ونبداو بالوجبه الاولى. الوجبه الاولى من عند الصديقه ديالنا اسيل اللي كتقول لنا السلام عليكم. وجبتي الاولى مع الوحده بانكيك، درت معلقه صغيره ديال العسل الحر من الفوق ديال محمد صابور جزوين، شكرا لك. مرحبا اختي اسيل بالصحه والراحه. الوجبه الثانيه مع 7:30 درت فيها العدس وسلطه وتفاحه مزيان. هادو هما الوجبات ديال اسيل في اليوم ديالها كامل. اول حاجه نشوفوا التوقيت اللي دايره الصديقه ديالنا اسيل، واش التوقيت صحيح ولا لا. الوجبه الاولى مع الوحده، الوجبه الثانيه مع 7:30. يعني الفرق ما بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه شحال؟ 6 ساعات ونصف. واش 6 ساعات ونصف مزيان؟ مزيانه ومخيره وصحيحه. كاين البعض اللي تيقول لي لا راه ما كملش 8 ساعات. وشكون اللي قال لك ضروري انها تكمل 8 ساعات؟ لا ماشي ضروري. هذه من بين الحوايج اللي كرد ليها البعض. لا ماشي ضروري. تقدروا ديروا 8 ساعات ما بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه، تقدروا ديروا 7 ساعات ما بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه، تقدروا ديروا 6 ساعات ما بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه، تقدروا ديروا 5 ساعات ما بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه. ما كاينش مشكل. حتى 4 ساعات ما بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه كتبقى حاجه مزيانه. متفقين هذه المساله هذه؟ اذا التوقيت ديال اسيل صحيح مليون في المية. ندوزو دابا نشوفوا الوجبه الاولى اللي هي البانكيك من الوجبات اللي كنشوف في الجروب بزاف وكتعجبكم، واللي مازال ما جربهاش راه مازال يعني مضيع راسو. غادي نخليكم في صندوق الوصف الطريقه، راه كاينه عندنا في القناه في سلسله وجبات يوم كامل من الصيام متقطع. بزاف الناس كيدخلوا عندي يقولوا خويا بغينا نعرفوا شنو ناكلوا، وهذيك السلسله انا من دايرها، هذيك السلسله دايرها ليكم باش ما تلفوش. راه تبارك الله وصلنا فيها تقريبا 34 وجبه بالمكونات وبطريقه التحضير الوقت والغرض. رجعوا البانكيك ديال الصديقه ديالنا اسيل. علاش اختاريتو البانكيك؟ صحيح انا ديجا بارطاجيو معكم، زدت عليه هي ملعقه ديال العسل الحر. واش غلطه؟ لا ما غلطاش، مزيان ماشي مشكل، برافو عليها بالصحه والراحه. ولكن انا علاش اختاريت البانكيك بالضروره؟ اختاريته لانني بعض المرات كنلقى مثلا بحال اسيل ديال البانكيك كيجيو عند بعض الاخوان والاخوات في التعليق تقول لها راه خصك تزيدي البروتين كي ما دايرش البروتين، وهما نساو باللي اصلا البانكيك كنصايبوه بالبيض، والبيض راه هو بروتين. العائله، البانكيك عباره عن وجبه متكامله. اول حاجه عندنا فيها البيض اللي عباره عن بروتين ودهون صحيه. البيض عباره عن بروتين وصفار، البيض عباره عن دهون صحيه. الشوفان عباره عن نشويات معقده من داك الشيء الرفيع. عندنا كذلك البنان، نسبه ديال المعادن وديال الفيتامينات، حبه ديال الفاكهه ديالنا من داك الشيء الرفيع. وعندنا كذلك المكسرات اللي كنديروا بحال اللي داير اسيل الكركاع، حتى هو عباره عن دهون صحيه. اذا وجبه متكامله، ما محتاجه تضيف حتى شي نوع ديال البروتين اسيل في الوجبه ديالها، بالعكس برافو عليها، وجبه نقيه. دابا ندوزو للوجبه اللي خدات مع 7:30 اللي فيها العدس وسلطه وتفاحه. واش هاد الوجبه مزيانه؟ واش الوجبه صحيحه؟ واش هاد الوجبه غادي تعاونها باش انها تنقص الوزن ديالها؟ اكيد مليون في المية. شنو الملاحظه اللي عندي انا بالنسبه لهاد الوجبه؟ الملاحظه بسيطه. العدس عباره عن بروتين نباتي، حنا كنركزوا دائما على اننا ندخلوا البروتين الحيواني في الوجبات ديالنا. علاش؟ كما شرحت لكم في واحد الفيديو من احد الفيديوهات على البروتينات، اللي مازال ما شافهاش حتى هي غنخليها ليه في صندوق الوصف باش يرجع يشوفها ويفهم البروتينات والتكوين ديالها. البروتين النباتي فيه 9 ديال الاحماض الامينيه، في حين البروتين الحيواني فيه 23 حامض اميني. هنا يبان لكم الفرق الشاسع ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني. اذا بالنسبه لينا هذه الوجبه ديال الاسيل ديال العدس والسلطه والتفاحه باش تكون وجبه متكامله 100% خاصها واحد النوع ديال البروتين حيواني. شنو كان تقدر تزيد ازيل مثلا في هذه الوجبه هذه؟ كان ممكن تضيف واحد البيضه ولا جوج،
مسلوقين تزيدهم مع ديك السلطه، اولا تاخذ شي حك ديال الطون حتى هو وتزيدو مع ديك السلطه، وهكا غتكون دخلات بروتين حيواني مع بروتين نباتي وتولي عندها الوجبه متكامله مليون في المية. وهكا غادي تعاونها باش انها تزيد تنقص الوزن وتكسب صحتها. كما قلت في الاول هذه الوجبه راه غتعاوننا باش نقص الوزن، ولكن علاش كنركز انا على البروتين الحيواني؟ لان من خلاله كنكسبوا صحتنا الجسديه، البشره ديالنا، الشعر ديالنا، اللحم ديالنا، كلشي كيكون مزيان ملي كيكون البروتين طالع في الوجبه ديالنا. كاين اللي كيقول لي يا واخويا راه ماديا، شوف انا كنقول دائما كل واحد يمشي على قدر المستطاع ديالو، يمشي على قدر المستطاع ديالو. عندك باش تضيف بروتين حيواني لهذه الوجبه مزيان، ما عندكش انسان يمشي على قد جهده، ما يكلفش على راسو، كل واحد يمشي على قد جهده. انا كنعطيك المنظومه كامله كيفاش خاصها تكون، كنعطيك المنظومه. الا انت في مقدور دير هذا الاسبوع دير هذا الاسبوع راك مزيان. انا كنقول لك باش الوجبه ديالك تكون تنتقل من مرحله مزيان لمرحله مميزه، خاصها بروتين حيواني. في الاستطاعه ديالك خذو، ماشي في الاستطاعه ديالو ماشي مشكل، مره اخرى ان شاء الله. هادو هما الملاحظات اللي كانوا عندي بالنسبه للوجبات ديال الصديقه ديالنا اسيل اللي غادي نقول لها برافو عليك بالصحه والراحه وتبارك الله عليك، اللهم يسر قدير الغرض راكي في الطريق صح. ندوزو للوجبه الثانيه من عند الصديقه ديالنا الفلاح ساره. شنو قالت لنا ساره؟ سلام عائله ناقص كيلو ناقص مشكل، هذه الوجبه الثانيه بعد صيام دام 6 ساعات. درت شوربه الخضار ضانون اللي خديت ما عرفتش واش مزيان او لا، ما لقيتش اليوم بيرلي. شوفوا معايا واش كاين شي خطا. صراحه الشوربه خديت جوج ليف زوينه بالصحه والراحه ساره. اول حاجه نشرح المساله اللي قالت ساره، صيام دام 6 ساعات، يعني بغات تقصد انها ما بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه دارت 6 ساعات، ماشي انها صامت فقط 6 سوايع، لا هادشي اللي شفت في التعاليق، لا هي دارت ما بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه 6 ساعات. وكما قلت لكم قبل هادشي كيبقى صحيح ما فيه حتى شي مشكل، ماشي ضروري دير 8 ساعات. بالنسبه لشوربه الخضار ديالها مزيانه بالصحه والراحه، خدات منها جوج ليف. كيقول لي واش كثرات جوج ليف بزاف؟ لا، شوربه الخضار خذ زلافه، جوج، ثلاثه، اربعه، خذ الكميه اللي تشبعك، شرب الكميه اللي تشبعك. حنا الحمد لله في نظام الصيام متقطع ما عندناش مشكل مع الكميه، حنا كنركزوا على النوعيه. الا كانت شوربه نقيه بحال هذه ناخذ منها زلافه جوج ثلاثه ما كاينش نهائيا المشكل. كما كتعرفوا الخضار عباره عن شنو؟ الياف غذائيه. التاثير ديالها على الانسولين اللي حنا كنحاول نبعدوا منه وما نستفزوش بشكل كبير شنو هو؟ تقريبا لا شيء، ما كتحركش ليا الانسولين بواحد الدرجه كبيره، وبالتالي نشرب في شوربه الخضار كيف ما بغيت، ما كاينش نهائيا المشكل. ضربوا مع راسكم بالصحه والراحه. ندوز دابا السؤال ديالها اللي كان على هذاك الدانون اللي استعملات. هي استعملات واحد الدانون ديال كنظن شركه البان طبيعي بدون سكر. واش صحيح؟ صحيح، ما فيه حتى شي مشكل. هذا الدانون مسموح في نظام الصيام متقطع بما انه بدون سكر. هي ما لقاتش بيرلي. انا دائما كنصحكم بيرلي خضر. علاش كنصحكم دائما بيرلي خضر؟ لان القيمه الغذائيه ديالو طالعه بزاف، يعني نسبه البروتين طالعه فيه هو اليوغورت الوحيد اللي عندنا في المغرب اللي نسبه البروتين فيه طالعه مزيان وتقدروا تاخذوه وانتم مرتاحين. ودابا ندوز ثالث شيء في هذه الوجبه اللي تاع الانتباه ديالي، وهما هذوك لي نوغيت اللي خدات يعني الصديقه ديالنا ساره في البروتين. لي نوغيت واش مسموحين ولا ماشي مسموحين، واش مزيانين واش ماشي مزيانين، هادشي اللي غنحاول نجاوب لكم عليه. اول حاجه نعرفوا منين كيتصاوبوا لي نوغيت. النوغيت هما عباره عن واحد الدجاج يعني تم اعاده يعني التصنيع ديالو. شفت واحد الدجاج يعني كنطحنوه كنرجعوه تقريبا بحال شي زبده وكنجمعوه وكنشدوه كنديروه في الشابلور ديال الخبز يعني، وكنحاولوا نطيبوا واحد نص طيبه وكنعطيوه للناس. واش هاد النوغيت حاجه زوينه؟ لا، ماشي شي حاجه نقيه 100%. اول حاجه داك الدجاج اللي كيعاودوا يعني اعاده التدوير ديالو ولا اعاده التصنيع ديالو، ما عرفوش على الدجاج كيدير، واش الدجاج نقي ولا ما نقيش، كيدير حالته، اش من نوع ديال الدجاج، واش داروا فيه الجلود، واش داروا فيه العظام، ما كتعرفش. يعني حاجه مصوباش انت ما كتعرفش. ثاني حاجه ديك الشابلور ديال الخبز، بيان سور واش غيقلبوا مع الخبز كومبلي باش يديروا لك داك النوغيت؟ لا، غيكونوا استعملوا اي خبز عادي كيف ما بغا يكون، خداو منه داك الشابلور ديالو هو باش تصايبوا داك النوغيت. اذا ماشي شي حاجه زوينه، ماشي شي حاجه اللي ننصحكم انكم تاخذوها. اذا هاد لي نوغيت بالنسبه لي ماشي شي حاجه زوينه، ما غاديش ننصحكم انكم تاخذوهم يعني في الوجبات ديالكم. اللي غادي نقول لكم هو عندكم جوج الاختيارات. الاختيار الاول، بغيتي النوغيت صايبوه في دارك، ساهل، شي حاجه صعيبه. كما قلنا غير الدجاج طحنوه في مولينيكس، دير معاه جيب واحد الشابلور ديال الخبز كومبلي، راه موجودين حتى هما لي شابلور نقيين، وصايبو في الدار ديالك وغتكون بخير وعلى خير. هذه الاولى. ثاني حاجه، الا بغيتي تاخذو ما تفوتوش مره في السيمانه. الا تشهيتي رشقات لك على هاد النوغيت ديال الزنقه
نقدر نقول لك معليش، ولكن واحد المره في السيمانه صافي. ولكن باش يكون بروتين مكرر في الوجبات ديالك لا، حاجه قبيحه. لا ركزي على شي بروتين نقي بحال اللادانت، بحال الحوت، كبده، البيض، اللحم، هذا بروتين نقي. اما النوغيت، الصوصيص، كاع دوك اللحوم المصنعه ماشي شي حاجه زوينه. كنصحكم انكم تبعدوا منهم تفادوهم. كل ما بعدتوا عليهم كل ما مزيان. لو اللي غادي نقول ساره بالنسبه لي هذه الوجبه كتبقى وجبه مزيانه ما قبيحاش، ما غتخرجكش من النظام، ما غتوقفش لك الحرق ديالك. كما قلت انا النوغيت علاش تكلمت عليهم لانهم حاجه صحيه ماشي شي حاجه زوينه لانهم مأخوذين من الزنقه، ولكن كتبقى وجبه ديالك مزيانه. يعني فيها نسبه ديال الخضر زوينه، فيها بروتين كما قلنا اللي هو داك النوغيت، اليوغورت حتى هو مزيان. يعني الوجبه ديالك كتبقى مزيانه ماشي شي حاجه قبيحه. كما شرحت نحاولوا نقلبوا على نوغيت نقيين اولا حتى خدينا واحد مره في السيمانه صافي ونغمضوا علينا ونركزوا على شي بروتين نقي. هادشي اللي كاين بالنسبه للوجبه ديال ساره. تبارك الله عليك بطاله، قضي الغرض اللهم يسر. الوجبه الثالثه العائله من عند صديقه ديالنا امين. امينه قالت لنا الوجبه الثانيه طاجين بيض الحمد العجل، خيزو، بطاطا حلوه، شوربه القرعه الخضراء، سلطه، تحدي 45 يوم بدون نشويات. تبارك الله ما شاء الله. اول حاجه العائله دابا ان شاء الله في الجروب ديال ناقص كيلو ناقص مشكل راهم دايرين واحد التحدي ل 45 يوم بدون نشويات. الله يعطيهم الصحه، راه غاديين مزيان تبارك الله ما شاء الله. الاضافه اللي غتكون ان شاء الله هو انني غنزيد على هذا التحدي هذا تحدي اخر في البدايه ديال شهر يعني 12 ديال دجنبير. غيكون واحد التحدي تا هو مزيان اللي الا مشينا بهذا التحدي ديال 45 يوم بدون نشويات زائد التحدي اللي غنضيف لكم انا في البدايه ديال شهر دجنبير، كونوا على يقين اللي عنده شي شحمه غيطيها، خصوصا ما دابا فصل الشتاء. علاش الشحومات دابا كتشوط فصل الشتاء؟ الجسم ديالنا غيبرد، خاصو الحراره. باش غيدير الحراره خاصو يشوط الشحمه، وباش يشوط الشحمه غنعطيو التحدي ديال 45 يوم بدون نشويات وغنزيدو واحد التحدي اخر وغتكون ختمه نقيه ان شاء الله. وجدوا لي راسكم العائله في البدايه ديال شهر دجنبير ان شاء الله. اللي مازال ما التحقش بهذا التحدي 45 يوم بدون نشويات يبدا سينو حتى يبدا معنا ان شاء الله في البدايه ديال شهر دجنبير باذن الله. مزيان. دابا نجيو للوجبه ديال الصديقه ديالنا امينه نشوفوا شنو فيها. اول حاجه عندها سلطه اللي فيها الباربا والخيار. ما فهمت شي غلط، ما فهمت شي غلط، برافو عليها. عندها واحد الحبه ديال الرمان تقريبا تما، ما كاين تقريبا واحد نص حبه هذيك. واش مزيانه ما فيها حتى شي مشكل. عندها شوربه الكورجيت، برافو عليها ما فيها حتى شي مشكل. ديجا بارطاجيتها معكم في القناه، اللي مازال ما شافش شوربه الكورجيت ومازال ما جربهاش راه فايتو الكثير حتى هو. سيروا لي صندوق الوصف غتلقاو اللين تمايا ودخلوا تفرجوا لي في شوربه الكورجيت وعرفوا الطريقه وطبقوها، غتعجبكم بزاف. خصوصا دابا الحال بارد، كثروا لي من الشوربات. شوربه الكورجيت عندكم في القناه، عندكم شوربه البروكولي، عندكم شوربه العدس الاحمر، عندكم الشوربه البروتينيه. الشوربه البروتينيه هذه باش انا نعطيها الشوربه البروتينيه صافي. ودابا غندوزو الحاجه اللي خلاتني نختار هذه الوجبه. شنو هي؟ هو الطاجين. واش الطاجين مسموح في نظام الصيام المتقطع ولا لا؟ جوابا على هذا السؤال غنمشيو للمرحله ديال التحليل. انا قريت لا بيولوجي باش كنخدموا الملاحظه والتحليل. اي حاجه كنحطوها قدامنا كنديروا الملاحظه والتحليل. دابا انا غندير الملاحظه والتحليل لهذا الطاجين ونشوفوا واش فيه شي حاجه قبيحه غتخليه ممنوع اولا فيه حاجه زوينه وتخليه مسموح. هكاك. طاجين ديال الخضره فيه بطاطا مسموحه ولا ممنوعه؟ مسموحه مزيان ما فيهاش غلط. خيزو ممنوع ولا مسموح؟ مسموح ما كاينش مشكل. الحمد لله مسموح ولا ممنوع؟ مسموح ما فيش مشكل. بروتين. اذا طاجين الحمد العجل بخيزو وبطاطا حلوه واش فيه شي مشكل؟ لا ما فيه حتى شي مشكل. اذا ما كاينش مشكل. كلشي هادشي اللي عندنا في الطاجين مسموح. وقيل عندنا المشكل هنا في هذاك الطاجين هو اللي فيه المشكل. كنسمعوا طاجين كنتخلعوا الا جدينا نفس المكونات حطيناهم بشي تبصيل واقيلا غتجينا عاديه بخير. ايوا كنشوفوا الطاجين كيقول كنتاكل الطاجين وباغي تنقص الوزن. ومالا شنو فيها؟ وناكل الطاجين ونقص الوزن. وها نقصت الوزن. انا طيحت 40 كيلو وكناكل الطاجين. وكليت الطاجين ما مره ما جوج. واش عرفتوا الطاجين كيفاش كندير لي انا العائله؟ واجي نعاود لكم على الطاجين ديالي. كنت زيادنا كنشري الدجاج، كنشري تقريبا واحد 10 15 درهم ديال الدجاج. كناخذ حبه ديال البصله، حبه ديال البطاطا، حبه ديال الخيزو، وحبه فلفله، وجوج درهم ديال الزيتون. هذا هو الطاجين ديالي انا. كنجي كنحط ديك البصيله تشحر، كنحط عليها داك الدجاج حتى هو،
مع شويه معلقه ديال زيت العود. نخلي داكشي يتشحر مزيان. من بعد كنستف عليهم خيزو، عاد كنستف بطاطا، عاد كنحط يعني فلفله، ومن بعد كندير زويتينات. هذا هو الطاجين ديالي في الفتره اللي كنت كنقص فيها الوزن، والحمد لله نقصت من 110 حتى ل 70. من 110 حتى ل 70 وانا كناكل الطاجين، ما مره ما جوج ما ثلاثه. علاش؟ كناكل ماكله زوينه. امتى عاوتاني عندنا المشكل مع الطاجين اولا امتى كيكون المشكل في الطاجين؟ المشكل في الطاجين هي بالطريقه باش كناكلو. ملي غنشد الطاجين وغناكلو بواحد الخبزه ولا جوج ولا ثلاثه غنولي في المشاكل. اما ملي غنشد الطاجين وغنضربو بالمعلقه ولا الفرشه غنكون من داك الشيء رفيع. اولا ناخذ جوج ديال لي توست كومبلي وناكل بهم الطاجين ديالي، وملي يسالوا لي لي توست نكمل بالفرشيط والمعلقه. وهذه الطريقه اللي كنت كندير انا شخصيا. الا كانت باقا عندي الحق في الحصه ديالي من النشويات كناخذ جوج ديال لي توست ولا ربيع ديال الخبز كومبلي كناكل به الطاجين ديالي. ملي كيسالي الخبيز ديالي كنكمل بالفرشيط ولا المعلقه صافي، وهناكل الطاجين ديالي من داك الشيء الرفيع. اذا المشكله ماشي في الطاجين ولا في المكونات ديال الطاجين، المشكله في الطريقه باش كناكل الطاجين اللي غتخليه يا مسموح يا ممنوع. هو الله يعمرها دار الطاجين وجميع داكشي اللي كيكون في الطاجين سواء اللحم سواء الدجاج سواء خضره كلشي داكشي من داك الشيء رفيع. كاين الخطا الوحيد هو في الطريقه باش غناكل الطاجين، اللي غتقول لي واش غنقص الوزن ولا غنزيد الوزن. صافي العائله. الوغ اش غادي نقول لك امينه، تبارك الله عليك بطله، برافو عليك، بالصحه والراحه، وجبه نقيه، راكي في الطريق الصحيح، قضيها الغرض. الوجبه الرابعه العائله في الفيديو ديال اليوم ديال الصديقه ديالنا هدايه حمدي. هدايه حمدي حطت لنا واحد الوجبه هذه وما قالت لنا لا السلام عليكم لا حتى شي حاجه. علاش هدايه اختي؟ علاش ما تقولش لنا السلام وتبارطاجي معنا المكونات ديال الوجبه ونعرفوا شنو كاين في داك لومليط باش مصايب، وداك الكاس اللي تما شنو واقع فيه. هذه من بين الحوايج اللي بغيت عاوتاني نتكلم عليها. الله يخليكم العائله، ملي تحطوا الوجبه ديالكم في الجروب كتبوا لينا المكونات، سهلوا علينا القضيه باش نعرف نصحح الوجبه. واش انا اليوم الا شفت الوجبه ديال هدايه غادي نقدر نمشي للتعليق نقول لها هدايه شنو الوجبه ديالك؟ وانا عندي 300 400 وجبه في النهار، انا غادي نحاول غادي نتفاداها وغادي نشوف وجبه اخرى، حيت اللقطه اللي غادي نسول فيها هدايه على المكونات الوجبه وجا ما عاود نلقى الوقت باش نعاود نشوفها، لان كاين تبارك الله وجبات كثير. الو عاونوا راسكم وعاونونا معكم باش اننا نصحوا لكم الوجبات ديالكم. نحط الوجبه ديالي السلام عليكم، الوجبه ديالي هاي المكونات ديالها صافي، وخلي الوجبه ديالك باش تشوفوها ان شاء الله ونصحوها ونزيدوا القدام، ما نبقاوش معطلين. هذه نقطه مهمه بغيت نشير ليها، ضروري ملي تحط الوجبه ديالك قولنا المكونات ديالها، حتى الا كانت شي حاجه باينه بحال دابا لافوكا راه باينه، الخيار راه باين، الزيتون، هذاك الكاكي، شوكولا نوار قطعه، اومليت، هو داك الاومليت اللي داخل شنو واقع فيه ما عرفتش، هذاك الكاس اللي تمايا ما عرفتش. شنو كان خاصني باش نعرف؟ كان خاصني ندخل التعاليق ولقيت بزاف الاصدقاء سولوا هدايه قالوا شنو هي المكونات الوجبه ديالك ولا شنو كاين في داك الكاس، عاد جاوباتهم عاد عرفت انا شنو واقع تمايا. وهادشي غياخذ بزاف الوقت. متفقين معايا العائله؟ نحطوا الوجبه ديالنا نكتبوا المكونات باش هكا تسهلوا علينا الامور باش ان شاء الله دائما افونسي ونزيدوا لقدام. الوغ اختاريت الوجبه ديال الهدايه لهاد النقيطه، والنقطه الثانيه هي داك الكاس، لان المكونات الاخرى كلها صحيحه ما فيها حتى شي غلط. داك الكاس من خلال التعاليق عرفت بلي داك الكاس فيه الريب وبذور الشيا. اذا الريب واش مسموح ولا ممنوع؟ هذا سؤال توا بقيتو كيوصلني، واش مسموح الريب؟ شوفوا الريب الا تصيب بطريقه نقيه راه مسموح، تصيب بطريقه قبيحه راه ممنوع. بمعنى الريب العادي المتعارف عليه باش كيتصاوب حليب فاني دانون بالسكر وسنيده، هذا هو الريب العادي. عاد دابا مؤخرا ولا ريب بدون سكر، يعني ما كيديروا فيه لا سنيده ولا يوغورت بالسكر، كيديروا فيه يوغورت بلا سكر، هذا ولا مزيان. لان هذا الريب مثلا اللي استعملت ديال اليوم راه مزيان راه بلا سكر ودرت فيه بذور الشيا بالصحه والراحه ما كاينش فيه مشكل. اذا الريب امتى غيكون ممنوع؟ اذا كان فيه سكر، اما اذا كان بدون سكر فهو مسموح. غيجيب لي واحد النقطه اخرى هي كيوصلوني اسئله عليها، اللبن، واش اللبن مسموح؟ اللبن شنو هو؟ حليب خلينا حتى كما نقولوا تختر حتى مع راساتو نخدناه عطانا اللبن. اذا اللبن حاجه قبيحه لا ما قبيحاش، ماشي شي حاجه قبيحه، نقدر ناخذ كاس اللبن مع الوجبه ديالي، ناخذ كاس اللبن مع الوجبه ديالي، ماشي شي حاجه اللي خايبه، ماشي حاجه اللي غتضرني، ماشي حاجه اللي يعني فيها شي حاجه ماشي هي هذيك اللي غتخرجني من النظام ديالي.
اذا ناخذ اللبن مع الوجبه ديالي ما كاينش مشكل، ناخذ الراي بدون سكر مع الوجبه ديالي ما كاينش مشكل، ما حدهم ما فيهم حتى شي حاجه قبيحه يعني ضافت لهم. صافي العائله امور مضبوطه. الانقطاع ديال بذور الشيا، عندي فيديو خاص في القناه كنتكلم على بذور الشيا، الفوائد ديالها، كيفاش خصنا نديروا لها، كيفاش ناكلوها، ومازال للان كيوصلوني بزاف ديال الاسئله بخصوص بذور الشيا. سهله مهله. بذور الشيا عباره عن وجبه متكامله، لان فيها نشويات، فيها بروتينات، فيها دهون صحيه، فيها فيتامينات وفيها معادن، وبالتالي هذه ما كتفاتش في فتره ديال الصيام. ما كناخذوش بذور الشيا في فتره ديال الصيام لانها غتكسر لنا الصيام ديالنا. ماشي نشد بذور الشيا ديالها مع الماء ونشربها على الصباح، خطا كبير. بذور الشيا ناخذها مثلا بحال كيما دارت هدايا مع الوجبه ديالها، خدات لها مع الوجبه ديالها، صحيح صافي. هاد النقطه بغيتكم تركزوا عليها. بذور الشيا كتخاد مع الوجبه، نديرها في يعني مع اللبن، نديرها مع الرايب، نديرها مع الماء، نديرها مثلا فوق لافوكا، فوق مع سلطه، فوق الفروي، ما كاينش مشكل. الخطا الوحيد ديال بذور الشيا هو انك تاخذها برا الوجبات ديالك، هنا خطا فادح في نظام الصيام المتقطع. صافي العائله، هادشي اللي كاين. هدايه برافو عليك، بالصحه والراحه، وجبه نقيه، لكن ما تنسايش نحط الوجبه ديالي نكتب عليها المكونات. صافي يلا تبارك الله عليك العائله. هادو هما الوجبات ديال اليوم وهادو هما الملاحظات ديالي، لكن ان شاء الله غتكون واحد الاضافه جديده في القناه او في هذه السلسله ديال تصحيح الوجبات. شنو هي الاضافه هي انني كل اسبوع غادي نختار وجبه غتاخذ لقب احسن وجبه في الاسبوع. كيفاش احسن وجبه؟ هاد الوجبه اللي غتاخذ لقب احسن وجبه خاص يكون فيها جوج نقيطات مهمين بزاف. النقيطه الاولى تكون وجبه صحيحه ما فيها حتى شي غلط. النقطه الثانيه انه تكون وجبه يعني كتبان ليا من خلال البريزونطاسيون ديالها ولا التقديم ديالها ولا التغيساج ديالها ولا الحطه ديالها، كتبان ان مولاها كيستمتع بنظام الصيام المتقطع. وهاد النقطه بالنسبه ليا مهمه بزاف. اللي كيستمتع بالنظام كنكون مطمئن عليه، اللي كياكل بطريقه وكتبان لي وجبته مقاده وزوينه ومحلق عليها كنعرفوا هذا ما دايرش الريجيم، هذا فعلا داير نظام صيام متقطع وكيستمتع برحله التغيير ديالو، وغادي ينقص الوزن وغادي يبقى ياكل مزيان. لذلك غادي نبقى ان شاء الله نختار كل اسبوع واحد الوجبه اللي ثارت الانتباه ديالي يعني في القناه بالشكل ديالها وبالنقاوه ديالها. العائله، الوجبه اللي ثارت الانتباه ديالي هذا الاسبوع وبالنسبه لي غتاخذ لقب احسن وجبه هي الوجبه اللي كانت من نصيب هاد البطله هادي. كما كتشوفوا معايا وجبه رائعه، وجبه غزاله، وجبه نقيه، وجبه متكامله. الوجبه كانت عباره عن شنو؟ عباره عن الكيكه البروتينيه. كنت صوتها لكم في القناه قلت عليها هذه الكيكه البروتينيه، لكن صديقه ديالنا صايبتها بطريقتها الخاصه. كما تشوفوا دارتها على شكل قلب. قلب يعني الحب، يعني الغرام، يعني صديقه ديالنا كتستمتع بنظام الصيام المتقطع، كتحب نظام الصيام المتقطع، وهادشي كيخليني مطمئن على هاد الصديقه هادي وعلى هاد الخدمه النقيه اللي دايره، وباللي غادي ان شاء الله غتنقص الوزن وغتبقى مستمتعه بالنظام ديالها. زهيره برافو عليك بطله، ما شاء الله عليك، فخور بيك فخور بيك فخور بيك. هذا هو المثال اللي كنبغي انا نشوفه، انسان اللي مستمتع بنظام الصيام المتقطع. ما نبغيكش تشد الوجبه وتحط شي حدا شي صافي وغير تاكل، لا، نبغيك تستمتع، نبغيك تحط ديك الوجبه وتقادها بالحب ديالك. نبغيكم العائله بحال الصديقه ديالنا زهيره، تحطوا الوجبه ديالكم تقادوها، تعطيوها الوقت باش تريسيوها وانتم مرتاحين بطريقه زوينه. هذا بالنسبه لي هو مثال ديال واحد الانسان مستمتع برحله التغيير ديالو. هذا مثال ديال واحد الانسانه باغا توصل لواحد النتيجه زوينه وغادا دق عليها وفرحانه براسها وفرحانه بماكلتها، ماشي مستريسيه مع الميزان وكتقلب لا عندي ثبات الوزن، لا كيلو لا نص كيلو، لا. دير النظام ديال الصيام المتقطع، كل مزيان، تحرك مزيان ونسى الميزان. باش غنعرفك ناسي الميزان، غنعرفك كتاكل مزيان ومستمتع بالنظام. وهاد البطاله اليوم اكبر دليل انك تستمتع بالنظام هي هاد الوجبه هذه. تبارك الله عليك زهيره مره اخرى، برافو عليك بطاله، ما شاء الله عليك، فخور بك. كما قلت لك كملي، راكي غادا بواحد الطريق اللي صحيح. يلا العائله، بغيت ان شاء الله ندخل الجروب هذا الاسبوع ونشوف شي وجبات زوينين، شي وجبات غزالين، شي وجبات نقيين بحالكم، باش تكون ان شاء الله نتوما متوجين بلقب احسن وجبه. يلا حطوا لي شي وجبات نقيه ان شاء الله هذا الاسبوع في الجروب ديالنا باذن الله. واللي مازال ما تحققش معنا بالجروب، اش باقي كتسنى؟ قول لي شنو باقي كتسنى صاحبي، تدخل معنا للجروب، تدخل عندنا العائله ديالنا. ناقص كيلو ناقص مشكل،
ايوا العائله، هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. تهلاو ليا في راسكم، تهلاو ليا في صحتكم، نشوفكم على خير، في امان الله.